السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة مطبخ سيا مع فيديو جديد. اليوم إن شاء الله حنعملوا وصفة الميني كنافة، ولا تنجموا يعني تعملوها في قالب يعني كبير، في طبق كبير. لهنا أول حاجة اللي حنعملوها، عندنا 3 ملاعق أكل كبار تاع زبدة، نروح ندوبوهم. كي يدوبوا نخليوهم يبردوا ونكملوا نشوفوا يعني طريقة كاملة من بعضنا. لهنا عندي 500 غرام كنافة يعني الطل. الكنافة كانت في المجمد، جبتها قبل ما نبدأ نخدم 2 سوايع. نقطعوها بالشكل هذا، يعني حتمدلنا الطوع في الخدمة، حتجينا سهلة، ما نحتاجوش لا سكينة لا مقص كما قاعدين تشوفوا، غير بيدينا بركة. لهنا بعد ما كملنا قطعنا الكمية كاملة، نزيدوها ملعقة أكل كبيرة تاع سكر أرطب، ونخلطوا السكر مليح مع الكنافة حتى يتجانس مليح، يعني نوزعوه مليح السكر الأرطب هذاك. السكر هذاك اللي حيعاون الكنافة تاعنا انها تدي اللون الأحمر هذاك كي طيب، يعني تمد لون مليح للكنافة كي طيب. لهنا يعني للبنات اللي قاعدة تنجم تعتمدها كمشروع هدية حتجي ناجحة، ويعني حتى طريقتها سهلة ماهيش صعيبة، يعني ماهيش معقدة. لهنا الزبدة بعد ما دوبناها وخليناها تبرد، زدت لها قيمة 4 مغارف زيت نباتي. لهنا نخلطو مليح. لهنا الزيت حيساعدنا انه يمدلنا قرمشة للكنافة تاعنا كي طيب. من بعديك الليدام هذاك ما نصبوهش كامل على الكنافة، نصبو بالعقل، لانه احنا ما نحتاجوهاش انها تكون مشربة ياسر بالليدام، راح تجينا تقاهم. نصبو بالعقل ونخلطو، ومن بعديك نشوفوا اذا كنا حنزيدو ولا لا. دوك تشوفوا يعني الطريقة والقوام اللي نوصلوا له باه نحبسوا احنا الليدام تاعنا ما بقيناش نصبو. كنصيحة فقط، كي نخلطوا الكنافة مع الليدام مع الزبدة هذيك والزيت، نخلطوا من التحت للفوق. دوك تشوفوا يعني الطريقة كيف ما، لانه الليدام هذاك كي نصبوه راح ينزل لتحت. لهنا يعني نبقاو احنا نزيدوا على اساس انها كما قاعدين تشوفوا، نبقاو نزيدوا على اساس انها مازالت يعني ما تشربتش، ولكن الليدام كل حيبقى لتحت. لهنا يعني كي نطيبوها حتجينا تقاهم، يعني تكون ميدمه ياسر. احنا ما نسحقوهاش، نسحقوها تكون خفيفه. هنا يعني نتحصلوا عليها بالشكل هذا. كي نشوفوها وصلت القوام هدايا كما قاعدين تشوفوا، نحبسوا. لهنا نجيبوا القوالب نتاعنا، اللي يحب يعمل قوالب فرديه يعمل، واللي يحب يعمل يعني في طبق كبير واحد عادي. لهنا نحطوا الكنافه تاعنا اول ما نبداو على الجوانب كما قاعدين تشوفوا، نعملوها على الجوانب مليح، وبعد كده نحطوا في المنتصف. لهنا لازم نضغطوها، يعني لازم تتغطى مليح الكنافه تاعنا باه كي طيب يعني تكون حاكمه روحها كما قاعدين تشوفوا. نجيبوا يعني طبق واحد اخر ونضغطوا عليه مليح. لهنا الكنافه رايحه نعملها يعني بحشو المكسرات، مانيش حنحط يعني مكسرات الشوكولا لانها حتجي حلوه ياسر، نحط المكسرات فقط الداخل. المكسرات انتيا يعني وش عنده، كل واحد وش عنده في الدار. نحط كميه يعني ملاحه تاع مكسرات. ونعاود نغلق على الكنافه تاعنا كما قاعدين تشوفوا، نغطي هذيك المكسرات مليح. اول حاجه نضغط باليد نتاعي، ومن بعد كنجيب طبق واحد اخر نضغط مليح، نحاول اني ندخل الجوانب هذوكم باه ما تتحرقش كي طيب.
يعني هي ما فيهاش خدمة، حتى طريقة الطياب نتاعها هي سهلة. في هذه الأثناء يعني كنت مشعلة على الفرن، درجة حرارة تكون متوسطة. نحط الصينية تاعنا في الطبق يعني في الرف المتوسط. لهنا كما قلت لكم كمية الزبدة والزيت اللي استعملتها ما استعملتهاش كاملة، خليت منها. لهنا بعد ما يكملوا يعني العدد الكامل، نحط في كل وحدة مغرف تاع زبدة، يعني زبدة مخلطة مع الزيت، ونحطوهم يطيبوا. قلنا على نار متوسطة الرف الوسطاني. كي طيب لنا من تحت وتحمر على جوانب، لهنا نشعلوا عليها من الفوق تدي اللون الذهبي كما قاعدين تشوفوا. لهنا وهي سخونة، لازم وهي سخونة. كاين اللي يعمل لها الشربات، لكن انا لهنا حنستعمل عسل. كل وحدة حنستعمل لها مغرف تاع عسل. انا كما قاعدين تشوفوا لازم وهي سخونة. العسل هنا كان عندي خفيف، يعني ما احتجتش اني نزيد له الزهر. وهي كملاحظة العسل حتى اذا جيتوه يعني شوية ثقيل، عاودوا سخنوه على نار قليلة خلاه حتى يرجع يعني ما يبقاش جامد، واستعملوه. من المستحسن ما تزيدوش زهر. لهنا عملت تزيين بسيط، عملت شوكولا من الفوق وزينت بالمكسرات. كاين اللي خليتها هكاكا يعني سامبل، ما عملت لها والو. كل واحد يعمل وش يحب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها. يعني كما شفتوا وصفه سهله ما تحتاجش وقت طويل، ويعني مكونات كل وحده تحب تعمل بوش حباهي. نجمي تعملها يعني بمكونات اقتصاديه، ولا تحبي تعملي يعني حتى مكسرات اللي تكون غاليه. بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم، في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.